اول مسلسل هنتكلم عنه في سلسله هايل يا باشمهندس هو مسلسل الحشاشين. المسلسل اللي كلنا اتحمسنا له اول ما شفنا اعلانه، خصوصا ان هو نوع جديد على الدراما المصريه وعلى عيوننا كمشاهدين، بديكوره التاريخي المختلف تماما. المسلسل تاريخي بتدور احداثه بين القرن الخامس للسابع هجريا في بلاد الفرس والشام، فكان مطلوب ديكور بيخدم الدراما، والاهم انه يكون مقنع للمشاهد وانه نقول ده فعلا بيخدم الدراما والاحداث. الديكور من تصميم المهندس احمد فايز، والمسلسل زي ما قلنا معتمد على الديكور كحجر اساس واكيد جرافيكس قويه، لكن اللي اتقال من الباشمهندس واللي ابهرنا بجد ان الجرافيكس نسبتها 10% بس من الديكور، والباقي بناء حقيقي اخد من الباشمهندس 6 شهور كاملين. البناء كمان ما كانش في مصر بس، كان في مالطا اللي اتبنت فيها المركب، كازاخستان اللي اتبنت فيها القرى، والكامب اللي هيحصل فيه بعض المعارك. التحدي الاكبر كمان ان ما كانش فيه مرجع اساسي يرجع له الباشمهندس احمد، عشان كده اعتمد على الاثار اللي لسه موجوده حاليا في مصر وبغداد وايران، وكمان استعان بكتب زي اخبار الزمان ومدينه العجائب، وبدا يشغل خياله كده معاهم. المسلسل كان تحدي كبير جدا للباشمهندس احمد، بس هو كان قد التحدي، عشان كده احنا حابين نقول له هايل يا باشمهندس أحمد.